ليه العربي أول ما يسكت ثانية وهو بيتكلم إنجليزي يحس إن المحادثة بتنهار؟ وليه الأجنبي عادي جدا عنده الصمت؟ في أقل من دقيقة هتفهم الفرق وهتريح نفسك جدا أثناء الكلام. في حاجة بتتعب عرب كتير وهم بيتكلموا إنجليزي، إنهم بيحاولوا يحافظوا على استمرار الكلام طول الوقت، وده مش ضعف، بالعكس ده جاي من ثقافتنا أصلا. العربي متعود إن الحوار الحلو يبقى فيه تفاعل، سرعة رد، اهتمام، طاقة. فأول ما يحصل صمت بسيط أثناء الكلام بالإنجليزي العقل يترجمها فورا: لا، لازم أكمل الكلام علشان الحوار ما يبردش. فتلاقي الشخص يبدأ يشرح زيادة، يعيد نفس الفكرة بصيغة تانية، يضحك تلقائي، أو يدخل تفاصيل إضافية، مش لأنه ضعيف في الإنجليزي لكن لأنه متعود يحافظ على حرارة الكلام. الفرق بس إن الثقافة الغربية أهدى شوية في إدارة الصمت أثناء الكلام. يعني عندهم عادي جدا الشخص يفكر ثانية، يرتب الجملة، ياخد بوز صغير من غير ما حد يحس إن الحوار وقع. فالحل هنا مش إن العربي يغير شخصيته ولا يبقى بارد، الحل إنه يعرف إن السكتة القصيرة مش معناها إنك خسرت الحوار. بالعكس، أوقات الهدوء البسيط بيدي كلامك قيمة أكثر. أنت مش محتاج تملى كل ثانية كلام علشان تثبت إنك ذكي أو اجتماعي. خد وقتك، رتب فكرتك، أو كمل عادي بطريقتك. لأن المشكلة مش في العربي، المشكلة إن كل ثقافة عندها إيقاع مختلف للكلام.